يا مساء المحبة، يا مساء الجمال. كل عام وكل أم بألف ألف خير وين ما كانت على وجه الكرة الأرضية، ويا رب إن شاء الله ينطيها على قد نيتها وعلى قد تعبها وسهرها وتربيتها لأولادها. جبت لكم اليوم كيكة ولا أجمل ولا أروع بمناسبة عيد الأم. يا رب يحفظ كل أمهاتنا جميعا. طبعا كيكة اليوم هي عبارة عن كيكة طابقين. القالب الكبير قياس 20 ارتفاع 15، والقالب الصغير قياس 15 والارتفاع 10 تقريبا. تحتاج تقريبا من عندي أخذت كيلو إلى كيلو وربع عجين سكر أبيض للتغليف. بالنسبة للتغليف أنا سرعت لكم الشغل لأنه شرحناه بأكثر من فيديو، واللي يريد يشوف طريقة العمل بالتفاصيل راح أخلي لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف وبعلامة الآي فوق. الفيديو هو تغليف كيكة بعجين السكر بحواف حادة بطريقة احترافية للمبتدئين. راح أترك لكم قلت لكم بصندوق الوصف وبعلامة الآي فوق همينة. إذا تحبون تشوفون كل تفاصيله. بالنسبة للشغل اللي راح أشتغله اليوم بهاي الكيكة، أول شي راح أغلف الكيكة وبعدين راح أبدي أشتغل المجسم اللي شفتوه ببداية الفيديو. طبعا هوايد توصلني أسئلة خلال هاي الفترة إنه الدنيا هسه صارت حارة، فالمفروض نستعمل قناش الشتاء أو قناش الصيف. طبعا بما إنه الدنيا صارت حارة وتقريبا دخلنا بالصيف، نرجع حاليا إلى قناش الصيف. عندكم المقادير موجودة بفيديو مع طريقة العمل، مع طريقة تقنيش أو تغليف الكيكة بالقناش بحواف حادة للمبتدئين. وهم راح أخلي لكم الرابط بصندوق الوصف وبعلامة الآي فوق، اللي يريد يرجع للفيديو ويشوفه ويتعلم التفاصيل ويشتغل بيه. طبعا طريقة مضمونة وطريقة سهلة، وهواي بنات جربوها ونجحت عندهم، وربي يوفق الجميع يا رب. وبالنسبة للسؤال الثاني اللي همين هوايدا يتكرر علي عن نوع العجينة اللي استخدمها وشلون هيجي سهل الشغل بيها ومدى تتفطر أو تشقق بالشغل، وذكرت بأكثر من فيديو ونزلت لكم أصلا فيديو مدته دقيقة صورت لكم بالعجينة والألوان اللي تجي بيها، وقلت لكم نوع العجينة اللي استعملها هي عجينة بلو بيد التركية المنشأ. ودا تشوفون بنفسكم أنا من دا أشتغل بيها كلش سهل بيها الشغل. وأكو بنات دا يراسلوني ويقولون اشتريناها نفسها ودا تتفطر ودا تشقق. لما أقولهم صوروا لي إياها تطلع غير عجينة، بس السطلة مالتها تشابه، الاسم غير اسم تماما، لكن بس السطل مالتها متشابه أو العلبة مالتها من الخارج متشابهة. ركزوا بنات على الاسم مال العجين، اسم العجين بلو بيد، مو غير نوعية جدا حلوة وسهلة بتغليف الكيك وتنمط وما تتشقق وما تتفطر، وأنا كلش أحبها وأفضلها بالشغل. بالنسبة لنصب الطوابق هم شرحنا بأكثر من فيديو طريقة نصب كيكة طابقين، وهم راح أترك لكم الرابط مفصل بشرح مفصل بصندوق الوصف وبعلامة الآي فوق. حاليا أنا دا أقص القاعدة مال الكيك اللي راح أخليها بين الطابقين. طبعا قواعد الكيك أصغر قياس متوفر بالسوق هو قياس 20، أنا أحتاج 15 فراح أقصها أنا بالمقاس، وبعدين أخلي عليها طبقة من القناش وأثبت عليها الكيكة مثل ما شفتوا. وهسه راح أقطع عجين السكر بهالشكل هذا وأعجنه عجن زين حتى أغلف بيه القالب الثاني. طبعا ما ننسى قبل ما نغلف أي كيكة بعجين السكر لازم نمسح الكيكة بكلينس مطبخ حتى ناخذ منها كل الرطوبة أو نشيل منها كل الرطوبة وتتغلف بشكل صحيح ومرتب. وها كملنا القالب الثاني وطلعنا حواف الحادة باستعمال السموذرات اللي هواي تسألون عليها، وقلت لكم أنا اشتريتها من فترة طويلة وتلقوها عند أهل المطيبات أكيد متوفرة بالوقت الحالي.
هسه حاليا أريد أنصب القالبين، فراح أخلي مروار شفاف بهالشكل، وأخلي القالب فوق القالب بهذا الشكل. بما أنه أنا حاطة أعواد بشكل صحيح راح يثبت القالب فوق القالب وينطيني الشكل المضبوط اللي أنا أريده. هسه أريد أسوي الأجنحة. راح أجيب عجين سكر لون أبيض وراح أخلي عليه رشة من التايلوز أو CMC بهالشكل هذا، وأبدي أعجنه وأضيف مرة ثانية وأضيف مرة ثالثة إلى أن أحس إنه العجينة بدت تتماسك عندي وبدت تقوى. أنا وأعجن بيها أحسها بدت تقوى. ذاك الوقت راح أبدي أفصل الأجنحة اللي أنا أريدهم وأتركهم على صفحة ينشفون. طبعا أنا عندي هذا القالب، مو شرط هذا القالب، أي قالب عندكم، أي كاسة مثلا عندكم بهالشكل هذا كأنما نص بيضة أو نص دائرة، تفصلون الأجنحة وتخلوها بهالشكل على أي قالب قلت لكم عندكم. أنا عندي ذني سيليكونات فراح أستعملهم وأتركهم على صفحة ينشفون على ما أكمل باقي الشغل. وطبعا أحاول كل جناح أسوي أنهي الحواف الحادة من الأطراف مالته براحة إيدي، مثل ما شفتوني شلون اشتغلت قبل شوية، حتى ما يبين عندي مكان القص، لأن أنا أكيد يعني الجناح راح أسوي بيه ثخن. العجينة ما تكون رفيعة أو رقيقة، لازم بيها سمك على مود أقدر أدخل بيها أعواد الأسنان وأثبتها بالكيكة. فما دام أنا العجينة عندي سميكة، فشوفوا شلون هسه براحة إيدي على كيفي أحاول أشيل من عندها كل الحافة الحادة اللي بالأطراف. هسه تركتهم ينشفون الأجنحة وراح أبدي أشتغل جسم البنية أو الأم. طبعا شرحت لكم سابقا بفيديو سابق شلون أطلع لون البشرة، واشتغلنا همينة بنوتة لابسة ملابس الكريسماس. راح هم أخلي لكم الفيديو بعلامة الآي فوق، وأيضا بصندوق الوصف للي يريد يحب يشوف ذاك الفيديو. وهواي بنات دا يسألوني شلون أطلع لون البشرة، ودا أقولهم روحوا شوفوا هذاك الفيديو، لأن أنا شارحة بيه شرح مفصل هذا الموضوع وشلون نطلع هذا اللون. هسه حاليا راح نبدي مباشرة نطلع ملامح الجسم. مثل ما تشوفون راح أخليكم ويا التفاصيل وأقرب لكم الكاميرا أو التصوير حتى تفهمون الفكرة بكل تفاصيلها. نكمل جسم البنوتة إن شاء الله ووجهها ونرجع نكمل باقي الشرح. خليكم وياي نهاية الفيديو وإن شاء الله تستفادون من كل تفاصيله. وأكيد لا تنسونا باللايك والشير وتفعيل الجرس ودعوة الأصدقاء للإعجاب بالقناة، وأنتظر تعليقاتكم الحلوة. أحب أسمع كلامكم وأسئلتكم، وإن شاء الله أحاول أرد على الجميع. صحيح أتأخر عليكم، تعذروني لزخم الشغل، وتعرفون هجمت علينا الامتحانات هجمة واحدة، بس إن شاء الله ما أتأخر عليكم بالرد، وأحاول أجاوب على الكل على كل الأسئلة.
بعد ما كملنا الأجزاء اللي نريد نسويها من جسم الطفل وجسم الأم، راح أبدي أخلي أعواد الأسنان بالجناح بعد ما بدأ ينشف أو يتصلب، نخلي بيهم شوية منوار شفاف حتى يلزقون ونثبتهم بهذا الشكل، ونرجع أن نترك الأجنحة يعني تنشف بشكل مضبوط قبل أن نحط عليها الريش ونثبتها على الكيكة. بعدها راح أبدي أسوي ثوب الأم، راح أسويه باللون الأبيض، أسوي القطعة المستطيلة بهذا الشكل، ونخلي بس فتحة الصدر نحدد مكانها فتحة يعني الثوب بهذا الشكل، ونبدي نلبسها إلى مرحلة التثبيت. راح أحدد المكان اللي أريد أثبت بيه الجسم وأثبته بالشكل اللي تشوفوه بالضبط بهاي الطريقة. راح أثبت الجسم وأبدي أثبت بيه الرأس، وأبدي أثبت الطفل بعدها، وبعدين أخلي الإيدين. طبعا وحتى أثبت الطفل بمكانه راح أخلي أعواد أسنان أدخلهم بجسم الأم بهذا الشكل، وأبدي أدخل بيهم الطفل حتى ألزقه على جسم أمه بهاي الطريقة. يعني مفهوم الفكرة؟ حتى يثبت وما يوقع لا بالنقل ولا بالحركة ولا بأي شيء، يبقى ثابت على جسم أمه، فألزقه بهذا الشكل. وبعدين أبدي أثبت الإيدين بالجوانب.
طبعا بدون ما انتبه متحركة الكاميرا عندي وأنا دا أشتغل الشعر. بس اللي يريد يعرف طريقة عمل الشعر هي نفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها شعر البنوتة اللي اشتغلناها سابقا بالكريسماس أو برأس السنة. وهسه حاليا وصلنا للأجنحة، نشفت مثل ما تشوفون يعني بشكل كامل، مثل ما تشوفون شكلها شلون صار، ومثبتة بيها الأعواد ونشفت عليها الأعواد أيضا. حاليا راح أبدي أشتغل عليها الريش اللي هو راح يكون عبارة عن ورق أو ورق الويفر أو ورق البسكت مثل ما يسموه. راح أبدي أقطع الورقة بهذا الشكل إلى شرايط، وبعدين كل شريط أقطعه وأسوي بيه مثل زجزاج أو هسه تشوفون الطريقة بالتفصيل، وأبدي ألزق هذا الريش اللي اشتغلته على الأجنحة. طبعا راح أشتغلهم من الأمام ومن الخلف، يعني من الجهتين أخلي له أجنحة، وبعدين راح أثبتهم على الكيكة. طبعا للتوضيح بالنسبة للي ما يعرفون شنو ورق البسكت أو ورق الويفر، هو ورق غذائي قابل للأكل، ونسوي من عنده ورد، ونسوي من عنده يعني ريش أو يعني شغلات ديكور على الكيك. فاليوم راح أعلمكم شلون تشتغلون بيه الريش وتخلوه على أجنحة من عجين السكر، يعني وطريقة تثبيته شلون راح تكون. وإن شاء الله يكون الفيديو مفيد وتستفادون من كل تفاصيله. طبعا بالنسبة لعملية اللصق، ورق الويفر يلصق بالمي بشكل كلش أحسن من المروار الشفاف، فأني راح أشتغل شوية مروار شفاف شوية مي، لأنه المي احتمال يذوب لي العجين اللي أنا منشفته اللي هو عجين الجناح، فشوية نخلي مي، مرة مي مرة مروار، مرة مي مرة مروار، حتى شنو نحافظ على تماسك عجينة الجناح. واللصق راح يكون من الأسفل إلى الأعلى، حتى شنو الريش اللي يجي لي فوق راح يغطي الريش اللي تحته، وهكذا فيبين شكل الريش طبيعي. تابعوا التفاصيل، راح أقرب لكم التصوير، وتابعوا التفاصيل حتى تفهمون الفكرة.
ما شفتوا كملت الجناح الأول من الداخل. وحاليا راح أبدي بالجناح الثاني. راح أسرع الفيديو لأنه أعتقد الفكرة صارت مفهومة حتى تشوفون باقي تفاصيل العمل، وحتى الفيديو ما يكون طويل وممل، وحتى تستفادون من كل المعلومات اللي دا نقدمها بيه. طبعا بالنسبة لهذا الورق سهل الشغل بيه وخفيف الوزن، فراح ينطيكم نتيجة كلش حلوة وبنفس الوقت خفيف، وما راح تعانون من طريقة تثبيته على الكيكة. وحتى نثبت الجناح راح أخلي بالطرف مالته شوية من المروار الشفاف، وطبعا أنا حاطة أعواد الشوي مثل ما تشوفون، وراح أثبته بالمكان اللي أريد أثبته بيه. وبعدين أبدي من برا أخلي مثل حبل صغير من عجين السكر بهالشكل هذا حتى أثبت بيه الجناح بمكانه. وبعدها راح أبدي أشتغل الريش اللي هو مثل ما قلت لكم ورق الويفر من الخارج بنفس الطريقة، بحيث ما أخلي أي شيء من هذه الخربطة اللي تشوفوها هسه بالجناح من برا تبين. خلصنا الجناح تقريبا، وإن شاء الله يكون الفيديو مفيد والكيكة عجبتكم. وأرجع وأقول كل عام وكل أم وين ما تكون على وجه الكرة الأرضية بألف ألف خير. وأتمنى تستفادون من تفاصيل الفيديو ومن الشرح اللي دا نقدمه، وأنتظر تعليقاتكم وأنتظر رأيكم بالكيكة، وكل الهلا بيكم. نورون القناة.